أهلا بك أيها المشاهد في عالم الناطورة. عم سيد صاحبنا كل يوم يقعد يسرح بدماغه ويفكر ويحاول يفهم هو إيه اللي بيحصل معاه في حياته وليه بيحصل معاه كده. بس الموضوع صعب عليه، كأنه زي اللي بيفهم المحيط وهو لسه بيتعلم السباحة. يعني هو بيقضي يومه ومش فاهم إيه اللي بيحصل له في حياته. بس إحنا لو عاوزين نساعده أو نفهم إيه اللي بيحصل في حياته محتاجين نرجع خطوة لورا. أنا سارة سامي ويلا بينا. تفتكر الإنسان البدائي زمان في فترة مراهقته زي المراهقين دلوقتي؟ أكيد لأ طبعًا، الظروف مختلفة تمامًا. الإنسان زمان كان أول ما بيتولد ويبدأ يمشي بيروح يساعد أهله في إن هم يصطادوا يجمعوا الثمار ويدوروا على الأكل. بس الإنسان دلوقتي مختلف، هو still بيساعد أهله وكل حاجة، بس مش من أول ما بيمشي، بيحصل غالبًا من وهو في الجامعة أو من بعدها كمان بفترة. بس لو جينا شفنا التشابه ما بين المراهق بتاع زمان والمراهق بتاع دلوقتي هنلاقي التشابه الوحيد في إن الاتنين عاوزين يساعدوا أهلهم. بيحاولوا يجيبوا لهم موارد من الآخر، وده أكيد بسبب الاحتياج، وبصراحة مش عايزة أقول الفقر. زمان ما كانش حد بيتحكم ياكل إيه ويشرب إيه أو حتى يقعد في مكان عامل إزاي، وده لأن الظروف البيئية للحياة هي اللي كانت بتتحكم في كل الحاجات دي. يعني الإنسان زمان ما كانش عنده حرية الاختيار أصلا، ولكن كان بيقعد يدور على الحاجات اللي أهله محتاجينها عشان يوفرها لهم ويقدروا يعيشوا وهو كمان يعيش معاهم. كان الأستاذ سيد بيخرج مع باباه كده يدوروا لهم على حيوان يصطادوه ياكلوه، يجمعوا شوية ثمار عشان يتغدوا، كل الحاجات الحلوة دي. وبعد شوية سنين يكتشف سيد النار ويبدأ بقى يطبخ وياكل أكل لذيذ. بس في حتة اللبس دي كان دايما بيعتمد في الأول على الجلود أو شوية ورق شجر كده يغطي بجسمه. وما كانش سيد بيعتمد على الحيوانات بس كمصدر للأكل واللبس، كمان كانت بتساعده في التنقل. وأكيد ده واضح لحد دلوقتي في بعض السيدين اللي حوالينا بيستخدموا الحيوانات في التنقل. أما بقى بالنسبة للبيت والسكن فكان بيشوف له أي كهف يقعد فيه، أي حاجة تحميه كده من الحيوانات المفترسة ومن درجة الحرارة. بس أول ما سيد بدأ يهاجر ويمشي من مكان لمكان تاني، فكرة إن هو يلاقي كهف يقعد فيه كانت صعبة عليه جدا، فبدأ يستخدم جلود الحيوانات في إن هو يعمل بيها خيام ويقعد في أي مكان هو موجود فيه. ومع تقدم الزمن بدأ سيد يستخدم الأخشاب عشان يصنع منها البيوت، واتطور شوية بشوية وبقى يعمل البيوت الطينية. فمن الآخر كده الإنسان شقيان طول حياته من أول ما يتولد لحد ما يموت. طب هل دلوقتي الوضع مختلف؟ يعني احنا لا بنصطاد ولا بنجري ولا بنقعد في بيت طيني أو حتى كهف. هل حياة الإنسان دلوقتي والمراهق دلوقتي صعبة زي زمان؟ لو افترضت إن اللي بيشوفني دلوقتي متوسط سنه 25 سنة، وده السن مناسب للوظيفة أو إن أنت تتجوز وتخلف، وبعض الناس بتبقى في السن ده قاعدة بس مقضية يومها بتعمل اللي يبسطها وبس. بس بصراحة سيد صاحبنا كان عكس كل دول. يمكن ما جاتلوش فرصة، يمكن جات فرصة وضيعها، يمكن هو كسلان أصلا مش عايز يعمل أي حاجة. لو افترضنا إن سيد صاحبنا هيعيش 100 سنة، فده معناه إن هو قدامه 5200 أسبوع يعمل فيهم كل اللي هو عاوزه. أول 600 أسبوع في حياته قضاهم كطفل، وبعد كده 400 أسبوع لحد ما وصل للمراهقة أو لسن ال20. في الغالب الفترة دي كلها سيد ما بيكونش أضاف حاجة للمجتمع، ده غير إن هو مبيبقاش متحكم أصلا في حركاته ورغباته، وكمان ما بيكونش عليه أي ضغوط أو مسؤوليات اللي بتكون عند السن الأكبر شوية. وده لأن اللي مطلوب منه بس في الفترة دي في عصرنا ده هي دراسته بس. وبعد ما سيد بيعدي سن ال20 بيبقى قدامه اختيارات كتير في الحياة: يتجوز، يخلف، يشتغل، يتجوز ويشتغل، يدرس ويشتغل، أيا كان، بس يبقى عنده اختيارات كتير في حياته. معظم الناس بتشتغل لحد ما توصل لسن ال60، فده معناه إن سيد من 20 ل60 بيكون دخل حياة الكبار وبقى عنده مسؤوليات كتيرة جدا. ففي الوقت ده سيد أكيد هيقرر إن هو يتعلم ويشتغل ويتجوز ويخلف ويجمع فلوس كتير جدا عشان لما يطلع معاش يبقى حر ويقدر يعمل كل اللي هو عايزه. احنا افترضنا ان سيد من سن 60 ل100 هيعمل كل اللي هو عاوزه. طبعا دي مدة كبيرة جدا ان حد يقعد 40 سنة من حياته بيعمل كل اللي هو عاوزه وبيخرج ويتفسح يروح ويجي. بس هل متوسط عمر الناس كلهم 100 سنة فعلا؟ متوسط عمر الناس في الولايات المتحدة بيكون حوالي 79 سنة، وفي ألمانيا 81 سنة. فلو جينا شفنا سيد تاني ومات مثلا عنده 80 سنة، فده معناه ان هو قدامه 20 سنة بس من عمره يعمل فيهم اللي هو عاوزه، حر الاختيار ويبعزق ويعمل كل اللي نفسه فيه. طب تخيل كده معايا حد وصل لسن ال60 وخلاص بطل شغل هيعمل اللي هو عايزه ويجيله مرض من بتوع تقدم السن دول يتعبه ويخليه مش قادر يتحرك ولا يروح ولا يجي، يبقى هو كده استفاد ايه؟ على سبيل المثال معظم وفيات السرطان بتكون عند ناس فوق سن ال60، من 60 ل70 كده وفيما فوق شوية. فيا حرام سيد اللي كان فاكر نفسه من بعد سن ال60 هيبقى حر ويعمل اللي هو عاوزه، ده ما بيحصلش بنسبة 95% كده. طب هو انت ايه يضمن لك اصلا انك ممكن توصل لسن ال60؟ وممكن تموت وانت 20 او 30 سنة، فبرضه هتفضل تأجل كل خططك لقدام لبعد المعاش. الغريب ان سيد وهو بيعوم في محيط الحياة ما بيفكرش في كل ده. الحياة مغرية بس المستقبل مهم برضه.
يعني مطلوب من سيد ايه مثلا؟ يشتغل ويحوش في فلوس ويبني مستقبله، ولا يقضي يومه؟ الحقيقة إن المطلوب من سيد إن هو يوصل لحتة في النص، يعني ما يفضلش يقول مثلا هطلع عمرة بعد ما أطلع المعاش أو حتى بعد سن ال50، مع إنه هو عنده 25 و27 سنة، معاه الفلوس وعنده القدرة وعنده الوقت، بس ما بيعملش ده غلط، لأن أنت مش ضامن بكرة في إيه. ما يمكن يجيلك مرض وتتعب ولا تقدر تعمل أي حاجة. الحياة صعبة جدا ومعقدة جدا. يعني احنا لو جينا شفنا أصلا علاقة سيد بأهله، هنلاقيه وهو صغير كان مرتبط بيهم جدا، لو مشوفهمش ساعة ساعتين يبدأ يعيط. طيب بعد ما الوقت بيعدي ويبقى في سن المراهقة، ممكن يبعد عنهم يوم يومين، يكبر أكتر وأكتر، تبقى علاقته بيهم ضعيفة لدرجة إنه ممكن يقعد بالشهور ما يشوفهمش. هو بيبقى نوعا ما مش حابب ده، بس ظروف الحياة بتحكم. بيبقى لو عنده شوية وقت كده يقول بدل ما اروح اقضيه مع اهلي مع اصحابي، اكلم صحابي اللي بقالي كتير ما شفتهمش، يقول لك لا انا اروح اشتغل. انا ان شاء الله لما اخرج على المعاش او لما احقق التارجت الفلاني، لما يبقى معايا فلوس كتير، هعمل كل اللي انا عاوزه. ده مش صح، لان الطبيعي ان الانسان تكون حياته متوازنة. وانس ان الانسان بيدخل عجلة الحياة، لو ساب نفسه ليها ومهتمش بالجوانب التانية من الحياة هيبدأ يتعب. وده لان مفيش وقت، واللي معاك النهارده ممكن ما يبقاش معاك بكره. والصراحه انا مش عايزه انكد عليك، انا كل اللي بقوله لك خد بالك من حياتك علشان الوقت ما يسرقنيش. ما تنساش تعمل لنا شير، فولو، لايك، سبسكرايب، واستنى الحلقه الجايه من سيد والناطوره مع ساره سامي.